يا صباح الفل، تعالى أقولك ازاي ب50 جنيه تقدري تعملي وجبة غدا فاخرة وهتكفي أفراد كتير. هقولك على الفكرة وانتي وظفيها على حسب إمكانياتك. ما تنسيش اللايك والمتابعة وصلي على النبي في التعليقات، اللهم صل على سيدنا محمد. أول حاجة أنا هحضر البطاطس علشان تبقى متحضرة من قبل كده. يا بصوا البطاطس دي خطوة متأخرة شوية، يعني حضروا البطاطس عادي أو امشوا على ترتيب الخطوات، مفيش أي مشكلة. أنا عندي هنا 4 بطاطسيات، تقدروا تكتروا الكمية أو تقللوها حسب رغبتكم. مقشراهم وغسلاهم وهقطع كل واحدة على 8 قطع بالشكل ده. يعني بقطع كل واحدة نصين، وبعد كده بقطع كل نص اتنين وكل ربع اتنين برضو، فبخليها تخينة بالشكل ده. هديها تتبيلة خفيفة وبسيطة متوفرة عندنا في البيت كلنا. هديها معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البابريكا، الفلفل الأسود رشة بسيطة، وهحط عليها كمان بهارات بطاطس رشة بسيطة كده حوالي نص معلقة. وتبلي بقى كزبرة كمون توم وبصل بودرة، أي توابل متوفرة عندك. وخلاص كده، بعد كده هبدأ إن أنا هدعكم مع بعض كويس جدا، وهوصل التتبيلة دي لكل قطعة موجودة معايا. ممكن نضيف عليهم بقى معلقتين من الزيت أو معلقتين من الزبدة، أنا بفضل الزبدة اللي بتديها طعم حلو جدا جدا. ممكن كمان نضيف رشة زعتر لو متوفر عندنا زعتر، حطيهم على ورقة زبدة أو حطيهم في الصينية، مفيش مشكلة. هي مش هتلزق معاكي، بس الصينية ممكن تتحروق شوية معانا، ويعني هتبقى متعبة في الغسيل. لو مش فارق معاكي مفيش أي مشكلة، حطي من غير ورقة زبدة. المهم أنا هخليها بقى على جنب كده، أو دي خطوة أصلا أنا حضرتها بعد تتبيلة الأجنحة. تمام. فانا دلوقتي عندي هنا 2 كيلو من الاجنحه دلوقتي رخيصه ومتوفره في السوق، والكيلو ب50 جنيه. تقدري تجيبي كيلو اتنين، مفيش اي مشكله، على حسب عدد افراد اسرتك. اغسليهم كويس جدا، وضروري جدا تحطي ليمون في الغسيل بتاع الاجنحه لحد ما تبقى بيضه وقشطه بالشكل ده. هنبدا بقى نعمل لها تتبيله بسيطه جدا جدا. عندنا هنا معلقه صغيره من البابريكا، هحط عليها معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهحط عليها كمان معلقه صغيره من بهارات الفراخ. عايزه تضيفي بقى كمون، كزبره ناشفه. عايزه تضيفي معلقتين من الصويا صوص، بتديها برضو طعم حلو جدا. ما ننساش الملح. وهاخد بقى كل الكلام الجميل ده هتبل بيه الاجنحه كويس جدا. انا يعني ضفت كمان معلقه من الثوم البودره. ممكن نستخدم توم فريش، ما فيش اي مشكله خالص، بس يعني ايه، الثوم البودر في التتبيلات بيبقى خطير، هيتشرب معانا كويس، بس ما فيش مانع ان احنا نستخدم توم فريش، ما فيش اي مشكله. دلوقتي بقى انا بعد ما دخلت التوابل في كل الاجنحه اللي عندي هنا نص كوبايه من الحليب او اللبن الرايب. انا ما كانش عندي لبن رايب، فاستخدمت عندي نص كوبايه من الحليب، حطيت عليها معلقه صغيره من الخل، قلبتهم مع بعض كويس لحد ما راب معايا بالشكل ده. ده هيخلي الفراخ تبقى طريه. ممكن نستخدم زبادي، مفيش مشكله، بس الرايب بيبقى افضل. دلوقتي بقى انا هجيب الصينيه بتاعه البطاطس. طبعا نقدر نستخدم ال- الشبكة وفي صينية تانية منفصلة عن البطاطس، بس أنا قلت أضرب عصفورين بحجر واحد، أحط البطاطس تستوي وفي نفس الوقت الفراخ تستوي في نفس الوقت. حطيت الشبكة عليها سبريز من الزيت علشان ما تلزقش في الأجنحة بتاعتي، ورصيت عليها الأجنحة وحطيتهم على بعض بالشكل ده. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200. هتاخد حوالي 40 دقيقة ل50 دقيقة. بقلبها بعد نص الوقت على الناحية التانية، وبحرك الشبكة من وقت للتاني لحد ما اتأكد ان الأجنحة بتستوي من كل الجوانب زي ما هوري لحضراتكم. لحد بقى ما هي تستوي هكون جهزت بقى مكرونة الأفراح، اللي هي أصلا ريحتها بتقلب البيت حرفيا. طريقتها سهلة جدا جدا، ولو مشيتي على الطريقة دي بجد هتدمنيها ومش هتبطلي تعملي الوصفة بتاعت المكرونة. حتى لو لوحدها بتتاكل، بتبقى حلوة قوي قوي. دلوقتي بقى انا هجيب عندي هنا كيس من المكرونة، هحمره في معلقة زبدة ومعلقتين زيت. وبعد ما ياخد لون ذهبي خفيف هبدأ ان انا هضيف عليه نص كوباية من الشعرية. طبعا تقدري تعمليها باي نوع مكرونه متوفره عندك، بس هي المشهوره بتبقى بتتعمل بالطريقه دي. حطي بقى عندك هنا بصلايه تكون متقطعه قطع صغيره، وحطي كمان فصين توم، حبه من الفلفل الحار وفلفل رومي ومكعب مرق، وتبلي بقى ملح وفلفل بهارات فراخ او لحمه. وحطي كمان معاكي هنا قلنا مكعب مرق، وما تنسيش كمان تحطي نص معلقه من الكمون والكزبره الناشفه. هقلب كل البهارات مع الخضار مع المكرونه، وهنزل بقى عليهم بنص كوبايه من الكاتشب. انا اصلا في الوقت ده كنت بعمل كاتشب للولاد، فعندي الكاتشب. لو مش متوفر عندك الكاتشب او يعني مش عندك في الوقت ده، تقدري تضيفي معلقه كبيره من الصلصه. وممكن كمان تحطي حبه طماطم متقطعه صغيره مع الخضار، برضو هتديكي طعم حلو جدا. يعني مش اساسي كاتشب في الوصفه، بس هو عشان كنت بعمله فمتوفر عندي. ما تنسيش تحطي كمان معلقه من الخل، هتدي ريحه حلوه قوي وطعم مع الثوم.
وتتبلي بقى وتظبطي الملح وتحطي عليهم بقى الميه، تغطي المكرونه وتغطيها وتسيبيها لحد ما تغلي، وبعد كده تهدي النار شمعة لحد ما تستوي. الوقت بقى اللي انا كنت بعمل فيه المكرونه، كان عندي بقى الاجنحه بتاعتي استوت وبقت تمام جدا، ريحتها تحفه، لونها خطير. هبدا بقى ان انا هعمل ايه؟ يا اما تجيبي معلقتين من الكاتشب او الهوت صوص لو متوفر عندك. انا عندي الكاتشب حار فما حطيتش هوت صوص، ممكن تحطي بقى عليه معلقه من العسل، وممكن تكتفي بحلاوه الكاتشب. الكاتشب اصلا من الحاجات اللي هي بتبقى مسكره، فهديله تلميعه كده من الناحيتين، شايفين من الناحيه التانية، علشان انا كنت بقلبها باستمرار وباخد بالي من الشبكة وبقلبها رايح جاي كل تقريبا 10 دقايق عشان تحمر وتستوي من جميع الاتجاهات تسوية واحدة. وهبدأ بقى ان انا هلمعها برضو بالكاتشب من الناحيتين. ممكن بقى ندخلها الفرن بعد ما ندهنها بالكاتشب، بس كده الكاتشب يلزق عليها ويسيح وريحته تطلع، او ممكن نكتفي بان احنا نخليها خلاص بعد ما دهناها ولمعناها، نخليها خلاص على التسويق او على التقديم يعني. بس انا هعمل لها خطوه كده برضو بتاعه الدخان بتاع الفحم ده، هينقلها في حته تانية خالص وهيخلي طعمها بجد تحفه. هولع فحمه وهخليها تاخد ريحه الفحم بالشكل ده وهخليها على جنب. طبعا البطاطس عندي استوت وبقت تحفه، ما اتحرقتش معايا ولا اي حاجه، بس هي الافضل تتعمل في صينيه لوحدها. فهاخد كده معلقتين من الكزبره الخضراء او البقدونس، بس الكزبره بتدي طعم احلى. حطي عليهم معلقتين كبار من الكاتشب اللي انا عاملاه. لو مش عندك كاتشب في البيت، يعني الطريقه دي ممكن تستغني عنها، او الخطوه دي ممكن تستغني عنها. بس طريقة الكاتشب على فكرة سهلة جدا جدا، وانا منزلها لكم على الصفحة. هخلطهم مع بعض. البطاطس بقى بتبقى لسه سخنة، انا بعد ما شلت شبكة الفراخ سبتها تحت الشواية، لان هي تحت الفراخ ما كانتش اخدت لون من فوق. بتطلع معاكم بقى تحفة جدا جدا، وكمان لو اتعملت لوحدها بتبقى خطيرة. بتشرب من الكاتشب وهي سخنة مع الكزبرة كده، بيديها طعم حلو جدا. كمان المكرونة طعمها خطير وشكلها تحفة، وتتاكل لوحدها من غير اي لحوم. عايزه اقول لكم بتبقى وجبه خطيره وسريعه وبتبقى مشبعه جدا جدا. كمان الاجنحه عندي اتبخرت من الفحم اللي احنا كنا حاطينه، وعايزه اقول لكم شكلها خطير. ولما تيجي تشتري بقى الاجنحه اشتريها مقلبظه كده وتكون محمله من حد تكوني بتثقي فيه، علشان تطلع معاكي بالجمال ده وما تنشفش منك. عايزه اقول لكم بتبقى خطيره. هي كانت عندي الاجنحه كانت جامبو، فطعمها بجد كان في حته تانية. حطيت بقى شويه كاتشب كده من اللي انا كنت عاملاه، والوجبه بتاعتنا كده خلصت. عايزه اقول لكم مشبعه جدا جدا وخطيره واقتصاديه، ما كلفتنيش كتير. يعني تقريبا اقل من 100 جنيه كنت عملت 2 كيلو الاجنحه، والمكرونه كانت عندي، وباقي الحاجات كلها كانت عندي. فجربوها ان شاء الله، وانا متاكده ان هي هتنال رضاكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو دعمونا بلايك كتير وشير للكل عشان الكل يستفيد. واشوفكم فراخ على خير ان مشوية شاء في الله فيديو البيت جديد. يبقى باي جيتي باي. في ملعبي. تعالوا النهاردة هنعمل فراخ مشوية في البيت بأقل تكلفة. هتطلع بجد جوسي وطعمها حلو جدا جدا وطرية، وكمان مش تاخد اقل وقت في التسوية بسبب ان احنا هنعملها مخلية. هقول لكم هنعملها ازاي. ما تنسوش اللايك والمتابعة وصلوا على النبي في التعليقات. وتعالوا نشوف الاول مع بعض التتبيلة الخطيرة. اول حاجة هنحضر التتبيلة. عندنا هنا بصلاية تكون متقشرة او مبشورة ناعم جدا جدا، وكمان طماطمايه. لو مش هتعرفي تبشريها ناعم جدا زي كده، خدي بس المية بتاعتها وسيبي التفل. هاخد عليها كده كيس بهارات من بتاعه ويلز. دي البهارات دي حلوه جدا جدا وبتكفي فرخه كامله، او حتى 5 وراك زي اللي انا عاملاهم النهارده دول. بصوا بقى، انا هحط عليهم هنا كده ربع كوبايه من الزيت. وبعد كده هبدا هقلبهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده. وكده التتبيله عندنا بقت جاهزه. لو مش عايز اجيب البهارات الجاهزه، تبلي ملح وفلفل، بهارات فراخ ما تكونش كتير، وهتحطي بابريكا مدخنه، وهيطلع معاكي ألذ تتبيله. عايزه اقول لكم ان انتوا كل ما تخلوا تتبيله الفراخ بسيطه، كل ما يطلع طعمها احلى. دي التتبيله بتاعه الحاتي، ما بيبقاش فيها زبادي ولا اي حاجه. هي ايوه الزبادي بتطري وتبقى حلوه جدا وكل حاجه، بس الفراخ المشويه تتبيلتها بتبقى اساسي في ميه البصل وميه الطماطم وشويه بهارات بسيطه. المهم انا هتبل بقى. عندي هنا بصوا الفراخ دي انا 5 وراك. انا خاليه منهم او جيبيهم مخليين جاهزين. العظم خالص ده هيسرع معانا التسويه، وهيخليها مستحيل يبقى فيها دم ولا تاخد وقت معانا في التسويه خالص. بتبل الجلد من تحت وبتبل من جميع الاتجاهات. لو عندك وقت من قبلها بيوم مفيش مشكله، او بليله يعني، او قبلها بساعتين، او ممكن تستعمليها على طول. بس عايزه اقول لكم كل ما بتتبل اكتر وتسيبيها فتره، كل ما بيطلع الطعم بيبقى مركز جدا جدا ومتبل كده ومتشربه من التتبيله، وبتبقى طريه اكتر كمان، وبتطلع طعمها تحفه. هتجيبي بقى شبكه او تحطيها في صينيه عندك في الفرن.
بصوا التسويه بقى هنيجي نقول ايه. الاول هحط كده على الشبكه دهنه زيت علشان ما تلزقش فيها، وبعد كده هرص الوراك بتاعتي مفروده، لازم تكون مفروده علشان الشكل اللي هتحطيها عليه هو الشكل اللي هيخرج معاكي من الفرن. بعد كده لو عندك اي خضار عايزه تحطيه فيها مفيش اي مشكله خالص. هديها برضو سبري زيت من فوق علشان يديني لون كويس، والتتبيله اللي هتتبقى معايا برضو هحطها من فوق الوش. بالنسبه بقى للتسويه، انا ادخلها في فرن على درجه حراره 200. شغلي الفرن من فوق ومن تحت مع بعض، لو ما بيشتغلش من تحت مع فوق شغليها بس من فوق وخليها قريبه للشوايه. نص ساعه مع التحريك الشبكه من وقت للتاني لحد ما تاخد لون من فوق، وبعد كده قلبيها على الناحيه او اقلبيها على الناحيه التانيه. لحد برضو نص ساعة تكون استوت بسرعة جدا جدا. عايزة اقول لكم ان الفراخ المخلية ما بتاخدش وقت في التسوية وبتطلع بجد خطيرة، وطعمها بجد هتنصدمي من طعمها وحلاوتها، ومش هتبطلي تعمليها وعمرك ما هتفكري تشتريها ابدا من بره. اخر خطوة بقى بنجيب فحمية نولعها ونبدأ ان احنا نبخر بيها الفراخ كده تديلك طعم حلو جدا جدا. بس تغطيها ورشة بقى بقدونس من فوق، وتعالوا نشوف الطراوة والحلاوة ومستوية قد ايه من جوه، ولا فيها دم ولا فيها العظم مخليها مش مستويه ولا اي حاجه خالص. عايزه اقول لكم فكره خلي الفراخ دي جميله جدا جدا. هتعملي جنبها طبق سلطه او طبق رز وشويه سلطه طحينه وسلطه خضراء وخلاص كده يبقى الغدا عندك جاهز. تقدري تعمليها فرخه كامله او تعمليها باوراق بس او صدور بس زي ما انتوا عايزين، وان شاء الله هنزل لكم طريقه الصدور. برضو عجبتني جدا جدا وكانت طريه ويعني انا كنت بعمل معظم الوقت وراك، بس قلت اجرب الصدور برضو عجبتني جدا جدا وكانت جوسي وجميله. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده قد ايه هي طريه من جوه. بصوا جميله جدا. من ألذ وصفات الحلويات اللي ممكن تجربوها، مقاديرها بسيطة جدا جدا وطعمها بقى في حتة تانية خالص. ما تنسوش اللايك والمتابعة وصلوا على النار في التعليقات، وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد. اول حاجة هحضر هنا شربات، كوبايتين من السكر، كوباية وربع من المية. احط عليهم معلقة من عسل الجلوكوز، وهرفعهم على النار لمدة 10 دقايق، وبعد ما 10 دقايق هطفي عليهم واحط لهم فانيليا واخليهم يبردوا تماما. في الوقت التاني بقى ده هكون جهزت عندي لتر من الحليب عشان نجهز القشطة عندي. لتر من الحليب، احط عليه كوباية من السميد اللي هو سميد البسبوسة من دون اضافات. احط عليه كمان 2 باكت من الفانيليا. هضيف عليهم كمان معلقتين بس كبار من السكر، ولو عايزة تضيفي مية زهرة او مية ورد تعزز النكهة كده يبقى براحتك خالص. هرفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد ما القشطة تبدأ ان هي تربط معايا. لو عايزة تضيف لهم معلقتين قشطة او علبة قشطة او معلقتين من وش اللبن برضو هيدي لها قوام كريمي وطعم حلو جدا جدا. فدي خطوة اختيارية براحتك على حسب امكانياتك والمتوفر عندك. كده القشطة خلاص عندي، طالما بدأت ان هي تفصل من الجوانب واتجمعت كده يبقى خلاص عندي بقت جاهزة. هخليها بقى تبرد تماما واغطي وشها علشان ما ينشفش، واحضر بقى الخليط بتاع المد. عندي كوبايتين من السميد يكون وسط او ناعم، احط عليهم كوبايه ونص من الدقيق، معلقه صغيره من الخميره، البيكربوناتو، والمحلب او بهارات المعمول. احط لهم رشه ملح وهضيف عليهم بعد ما اقلبهم نص كوبايه من السمنه، وهبس الكلام ده كله كده بالسمنه كويس جدا. بعد كده هضيف نص كوبايه من السكر، ممكن تضيفوها من الاول وتبسوا معاها السمنه مفيش مشكله. كده الخليط عندي بقى رملي. هضيف عليهم بقى نص كوبايه من الحليب، انا بضيفها بالتدريج لحد ما تتكون عندي عجينه، مش عايزه اعجن فيها كتير علشان السميد ما يشدش معايا. اتبقى معايا من النص كوبايه حوالي كده معلقه كبيره، ممكن تاخدها وممكن لا. اول ما العجينه تبدا ان هي تتجمع واقدر ان انا افردها او اشكلها مفيش مشكله، كده بقت خلاص تمام جدا. نوقف طبعا تقليب وما نعجنش كتير. هقسم العجينه جزئين بالشكل ده. هاخد اول جزء وفي الصينيه اللي انت هتفردي فيها، الصينيه دي انا استخدمتها مقاس 30، حطيت فيها كيس بلاستيك علشان بعد ما افردها حجم الصينيه هحطها على طبق واحطها في التلاجة ربع ساعه لو احنا في الصيف، ولو في الشتاء مفيش داعي ان احنا ندخلها التلاجة. باقي العجينه بقى اللي موجود معايا هحط معلقه من السمنه في الصينيه، هفردها كويس وهفرد عليه العجينه واعمل لها سور كده من الجناب علشان القشطه ما تخرجش معايا بره. خلاص كده بقت تمام جدا. هبدأ بقى دلوقتي هاخد القشطة بتاعتي اللي بردت تماما وبقت متماسكة وبقت بالشكل ده، هفردها كويس جدا على العجينة اللي في القاع بتاع الصينية، وهساوي كويس جدا من غير ما اجي برضو ناحية الاطراف. وبعد كده بمنتهى السهولة عشان انا حاطة كيس تلاجة تحت الجزء الاولاني اللي احنا عملناه، هبدأ ان انا هنقله في الصينية بمنتهى السهولة. وهعمل بقى دلوقتي ايه تقطيعات كده، ايه ما وصلش بيها لتحت، يعني يا دوب من فوق بس كده. هعمل تقطيعات عشان اما تخرج من الفرن اقدر ان انا اقطعها بمنتهى السهوله. دلوقتي بقى انا عملتها كده برضو ثقوب علشان ما تقبش من النص. عملت على كل راس
تقطيعه كده ثقب بالسكينه. وهجيب بقى معلقه سمنه ومعلقه عسل او معلقه سيرب من اللي احنا حضرناه اللي هو الشربات، وهدهن بيهم الوش علشان يديني اللون اللي شفتوه معايا اول الفيديو، اللون الجميل الخطير ده. هدخلها بقى الفرن تستوي في الرف اللي في النص لحد ما تخرج وتاخد لون بالشكل ده. لو احتاجت لون من فوق ندي نشغل لها الشوايه اخر دقيقه ولا حاجه. واول ما تخرج بقى وهي سخنه بشربها الشربات يكون بارد، واحاول ان انا انزل الشربات من الجوانب علشان يوصل لتحت. واسيبها كده شويه لحد ما تتشرب الشربات. هي بتشرب الشربات بسرعه وما بتحتاجش ان هي يعني تقعد كتير ولا حاجه. بعد ما تهدى بقى وتبرد معايا ممكن بقى نزينها حسب ما احنا عايزين، نرش لها رشه مكسرات ونعيد على التقطيعات اللي احنا كنا عاملينها، وبجد بتطلع طعمها حلو جدا. دي وصفه معمول المد بالقشطه، وصفه خطيره وسريعه وبسيطه وطعمها بجد حلو جدا. جربوها وانا متاكده هتعجبكم.